بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كده سمك سنجاري. هنا انا عندي سمك، عندي 3 وحدات سمك كده، فتحاهم ومنضفاهم وغسلاهم كويس جدا، وغسلاهم وشطفاهم ومنشفاهم كده، غسلاهم بدقيق ومنضفاهم خالص. معانا هنا كده بصلتين مقطعاهم مكعبات، مش اي حاجه يا حبيبتي. هنا كده مقطع بصلتين وحبيتين طماطم اهو معاهم، وهنا كام فص توم كده، انا مش مكتره التوم يعني اهو، ده على حسب رغبتك انت. وهنا نص حزمه شبت وكزبره اهو يا حبيبتي، اهو يا حبايبي قلبي كده اهو. وهنا انا ما عنديش ليمون فريش، عندي ليمون مفرزاه، عاملاه مكعبات كده في التلاجة، عاملاه مفرزاه في المكعبات بتاعت التلج، مكعب التلج كده. ومعلقه خل، وهنا معلقه صلصه طماطم اهو. الخليط ده كله كده هيتحط في الكب على بعضه اهو يا حبايب قلبي. وهنا سمك يعني كزبره، ادي كزبره ناشفه، وادي كمون، وادي بابريكا، وادي شطه اهو يا حبايب قلبي كده. وهنا احط شويه ملح كمان، بس اراعي يا حبايبي ان انا ما اكترش في كل حاجه، يعني انا نص معلقه ملح كده وهنزل على دول كده يا حبايبي، احطهم في الكبه واضربهم على وهنا شويه زيت زيت ذره، زيت زيتون، زيت اي حاجه، الزيت اللي موجود عندك ده زيت تموين، شويه زيت كده، وهنزل عليهم يا حبايبي كده، وهنضربهم في الكبه اهم يا حبايب قلبي. ضربتهم في الكبه اهو. وهنا انا ما عنديش فلفل اخضر، فانا عندي هريسه شطه اهو، هحط معلقه كده هريسه شطه عليهم، طعمهم والله جميل، انا دقتهم طعمهم جميل، بس الملح بتاعها قليل شويه، فالسمك ما بيحبش الملح قليل. شويه كمون كده بملح، بدل ما احط ملح ساده احط كمون بملح، وكده نعمله نديله فرمه كمان في الكبه كده. هنا انا قطعت خضار اهو تحت منها، قطعت بطاطس وبصل، هحط سمك عليه، وهاجي كده احط عليه اهو كده معلقتين كده. انا معلش انا مش لابسه جوده، انا ما بحبش اتعامل مع الحاجه الا بايدي كده، ابقى احسها اكتر اهو يا حبايب قلبي كده اهو. تبلنا الخضار اهو بالدقه بتاعه الحشو بتاع الحشو السمك وهنا شويه جزر برضه اهو احطهم كده. وهنا ادي السمك، هجيب واحده كده، الصينيه هتبقى صغيره يا بنات، بس هي ده اوسع حاجه. هنا ممكن انت تحطيها على ورق فويل او حاجه، بس انا ما عنديش، فانا بقى انا هعمله في الصينيه اهي يا حبايب قلبي. هاجي كده بالمعلقه اهي واملاها احط كده اهو في قلبي اهو، بحط عايزه اللحم بتاعه هو اللي يتشرب الاول كده عايزه تحطي بقى شرايح ليمون حطي، عايزه ده براحتك. السمك بيحب التتبيلات والحاجات ديت اهو، وبيحب الليمون، يعني السمك بيحب الليمون وديت من غير
لا آلية ولا شوي ودخان ولا حاجات من دي خالص. وفي البيت وحاجة نظيفة مفيش بعد كده اهو يا حبايب قلبي اهو. شايفين انا مليته هنا اهو. هنا السمك معانا الدماغ وملت بطنه اهو بالتتبيله. السمك على العموم بيحب يا حبايبي ايه تتبيله الليمون والخل والحاجات دي. هنا يا حبايبي خلصنا الصينيه كده وهنرش عليها شويه زيت معلقه كده علشان ايه وشها يتحمر اهو كده. معلقتين زيت كده على الوش يا حبايب قلبي وهنا مولعه الفرن. ادخلها الفرن بقى. هنا يا حبايبي حطينا الصينيه بتاع السمك في الفرن وهنعمل ايه رز صياديه كده. هنعمل شويه رز كده صياديه جنب منه. كان شويه زيت كده على النار واحنا قلنا ان الرز بيحب ايه الزيت. الرز بيفضل ان هو يتعمل بالزيت. حطينا هنا الرز هنعمله ايه يا حبايبي. هنعمل شويه رز صياديه كده جنب منه. نقلب البصله كده لما تتشمع بالماده الدهنيه بالزيت كده وايه شويه كده كمان كده بملح عليها البصله وهي بتتحمر. هحط ايه شويه الملح كده كمان بحيث ان هو ايه يبقى ملح الرز بحطه على البصله كده عشان تيجي بسرعه. بس نعمل حسابنا يا حبايبي ما نكترش يعني عشان ايه نشوف. شايفين يا حبايبي هنا بفضل احمر في البصله بتاعت الصياديه يا حبايب قلبي بتحمر قوي. وهنا السمك السنجاري طبعا صينيه السمك السنجاري في الفرن. انا بفضل اشوح فيه كده لحد ما تحمر خالص. هنا يا حبايبي البصله بنسيبها تحمر قوي بتاعت الصياديه. بصله الصياديه انا بصوا انا بحمرها قوي ما بعملهاش لا بالهاند بلندر ولا بضربها ولا حاجات من دي. انا بسيبها كده صحيحه بس ما هي ما بتحمر قوي كده مع الغليان بتدوب. مع غليان الرز بقى ايه بتدوب وبتبقى حلوه وناعمه كده. هنا احط لها ايه رشه قرفه كمان. جربوا كده يا حبايب قلبي رز الصياديه اما تحطوا له رشه قرفه بيبقى بصوا بتودي الطعم في حته تانية خالص. هنزل بالميه بتاعت الرز برضو بحطها عليها اهو يا حبايب قلبي. وانا بعمل الرز كده على طول افتكر ان انا بقى يعني بطبخ لاولادي يعني مش بعمل للتصوير حاجه والبيت حاجه لا. ده الطبخ بتاعي واللي انا معتمداه على طول من قبل ما اعمل القناه ولا اي حاجه. اهو يا حبايب قلبي الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله. شايفين مفرفر ازاي. شايفين حبايه من حبايه. ده رز السمك بتاعنا ده رز الصياديه بتاعنا وده السمك السنجاري بتاعنا. شايفين الفص بتاعه ابيض ازاي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حاجه ما فيش بعد كده حاجه ما فيش بعد كده. بنكون وصلنا على كده يا حبايبي لنهايه الفيديو بتاعنا كان رز الصياديه والسمك السنجاري. عملنا سمك سنجاري في الفرن ورز الصياديه جنب منه. اشوفكم على خير يا حبايبي ان شاء الله. ما تنسوش لايك وشير عشان كل حاجه توصل لكم يا حبايب قلبي. اشوفكم على خير ان شاء الله.